السلام عليكم. في حكمة عظيمة كده بتقول: أتم الناس عقلا من تراه عن الأقوام مشغولا بنفسه. يعني أكمل الناس عقلا هو اللي مش بيضيع عمره في تتبع عيوب الناس ولا في الكلام عنهم ولا حتى في الحكم عليهم، لكنه مشغول بنفسه، مشغول بإصلاح قلبه وبناء حياته وتطوير ذاته. وهنا لازم نقف شوية. احنا بصراحة النهاردة عايشين في زمن معظمنا بقى عنده هوس بتقييم غيره، بتقييم تصرفات وطباع غيره. ما بقاش في كلام بين أي اتنين أو مجموعة غير للأسف نميمة وغيبة على حد مش موجود. ده قال إيه؟ ده اتصرف إزاي؟ ده عنده إيه وما عندوش إيه؟ وللأسف نسينا أهم سؤال: أنا بقى عامل إيه مع نفسي؟ يا ترى أنا ماشي لقدام ولا واقف مكاني؟ طيب إيه الحكمة أصلا بالانشغال بالنفس أو إننا ننشغل بنفسنا؟ أول حاجة سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: من أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين الناس. يعني البداية دايما من نفسك، من جواك أنت. لو أنت انشغلت بإصلاح قلبك وعلاقتك بربك هتلاقي علاقتك كده بالناس بقت أهدى وأنقى كتير. وابن القيم رحمه الله قال جملة عظيمة برضو، قال: من عرف نفسه اشتغل بإصلاحها عن عيوب الناس. وده نفس المعنى اللي اتقال في الحكمة اللي بدأنا بيها. طيب انت تعرف اصلا ايه اللي بيحصل لنا او بيحصل لمخنا او عقلنا لما بننشغل بأمور الناس؟ خليني اقول لك حاجة بصراحة: اي حد شفته للأسف عينه على غيره للأسف بيعيش حياته من خلال الناس مش من خلال نفسه. ازاي؟ للأسف بتلاقيه دايما كده اغلب الوقت مش راضي عن نفسه، على طول طبعا عايش في مقارنات، يا اما دايما شايف ان الناس احسن منه ومن حاله، يا اما هو احسن من الناس. وسيدنا عمر رضي الله عنه قال: رحم الله امرئ شغله عيبه عن عيوب الناس. الكلام واضح، اللي عايز يركز في علاقته بربنا وعايز ربنا يرحمه يركز هو في عيوبه الاول. يا ريت نخلينا دايما باصين على الرسول عليه الصلاه والسلام اللي كان اصلا اكمل الناس عقلا، ومع ذلك كان دايما يبدا بنفسه سواء في العباده أو في الخلق أو في الجهاد. وعلم الصحابة حاجة مهمة جدا في الحديث الشريف. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه وينسى الجزع في عينه. بيعرفنا ويقول لنا إزاي تبص على عيب أو خطأ صغير في غيرك وتسيب أصلا خطأ كبير عندك أنت. ولازم نتعلم إننا نفرق ما بين إنك تنصح حد بحب وصدق علشان شفت منه حاجة مثلا مش حابب تشوفها فيه، وده أصلا واجب علينا وعلى كل مسلم، لكن إنك تفضل قاعد ترقب وتنظر وتنتقد، تتكلم على الناس وتسيب نفسك، ده بصراحة كده مرض في العقل والقلب. فلازم ناخد بالنا. سفيان الثوري قال: اشتغالك بعيب نفسك يغنيك عن عيوب الناس، واشتغالك بعيوب الناس يزيدك عيوبا إلى عيوبك. طيب إزاي نبادر ونحاول نغير بعض الصفات السيئة اللي بقت فينا عموما لا قدر الله؟ يعني بالنسبة لمجالس الغيبة والنميمة لازم تعرف إن هي كبيرة من الكبائر. أعتقد أنت كمسلم عارف يعني إيه كبيرة من الكبائر، كمان لازم تكون عارف عقابها والعياذ بالله. يكفي إن الكبيرة محطوطة مع الزنا وشرب الخمر وأكل الربا والقتل والعياذ بالله. كمان لازم تتعلم إزاي تنشغل بنفسك. طبعا كلنا عيوب، كل يوم حاول تقف مع نفسك وقفة صادقة وتسأل نفسك: يا ترى إيه اللي محتاج أغيره فيا؟ خلي دايما نيتك إن يا رب أنا بجد حابب أتغير للأحسن. برضو اقرأ وتعلم واسمع عن أمراض القلوب والعقول وإيه أضرارها اللي بتعود عليك وأنت مش واخد بالك. حاول كل يوم تتعلم حاجة جديدة، اسمع لناس مفيدة وده لازم، لأن العقل الفاضي دايما بيدور على الناس عشان يملأ الفراغ. كمان لازم نزود علاقتنا بربنا، لو مش بنقرأ القرآن لازم نرجع للورد القرآني والأذكار والدعاء. حاول دايما تقلل كلام مع الناس اللي بتتكلم على الناس، ولو عرفت حاول تنصحهم وتعرفهم عقوبة ده إيه. وركز في طريقك، حاول تحدد أهداف بسيطة تبني بيها نفسك، سواء شغل أو مهارة أو حتى عادة كويسة. لو ركزت في نفسك إيه اللي هيحصل؟ لو أنت عشت مركز في الحاجات دي بس إنك تبني نفسك هتلاقي حياتك أهدى، وهتحس كده إن حياتك ليها قيمة، وهتلاقي الناس أصلا بتحبك وتحترمك وبتتعلم منك كمان. لكن للأسف لو عشت تراقب الناس صدقني هتخرج من الدنيا دي صفر. الخلاصة إن العقل مش إنك تبقى أذكى ولا شايف نفسك فوق الكل، العقل الحقيقي إنك تبقى عارف نفسك وعارف عيوبها. لو شفت عيب في غيرك اعرف إن كلنا عيوب بس باختلافها، وإنك تركز إنك تنشغل بتصحيح أو بتصليح عيوبك دي ده لوحده كفيل إنه يخليك تتقدم لقدام وتنور رضا ربنا عليك إن شاء الله. وأكمل الناس عقلا زي ما قالوا كده هو اللي انشغل بنفسه عن غيره. والسلام عليكم.